جوزك والمصيف بقالنا 10 سنين بيخطط للسفريه دي، 6 سنين منهم بيحلف ان هي السنه دي اللي هنطلع فيها، 3 سنين هو حاجز ما طلعناش ليه انا ما اعرف. في شويه حاجات بقى ما قبل السفر. مبدئيا انت هتنضفي البيت وتقفليه، كل الاكل اللي في الثلاجه هتخلصيه، كل الاكل اللي في الديب فريزر او في الفريزر او مخزنين اي حد عند اي حاجه هتجيبيها وتطبخيها وتخلصيه. برضه احنا ما عندناش ستات بتسافر وفي اكل في البيت. كل قرايبه واحد واحد هتزوريهم وهتقعدي عند حماتك بالاسبوعين والثلاثه عشان ما تفتقدش ابنها اكتر من كده. ولازم تدي مبررات قويه للسفر، انتوا رايحين تتعالجوا عشان تسافروا. حضري شنط العيال بالمايوهات اللي بينسوها، بالشباشب اللي بيضيعوها، بالشربات اللي بيتخانقوا عليها، بشويه فوط، على ملايات، على فرش سنان، على فرش شعر، على كريمات، على جلات، كل حاجه فيها جمع كده هاتيها. حضري شنطه جوزك بهدوم البيت، بهدوم الخروج، بالشرابات، بكل حاجه. طبعا هو عنده 155 تيشيرت، انت هتجيبيهم كلهم. في تيشيرتين منهم واحد فيهم باظ منك من الكلور وانت عملتيه فوطه مطبخ اصلا وما قلتلوش، وتيشيرت تاني انت ما جبتيهوش، دول بقى اللي هو كان محتاجهم في الصيف. خلصنا مرحله الشنط، هتقفلي البيت اخر تقفيله بالستاير والشبابيك، الميه والكهرباء، تتحايلي على عيالك كلهم يخشوا الحمام، تاخدي معاكي ميه وعصير لان العيال اول ما هتركب هتعطش، ترشي بقى البيت البيروسول اللي بترشيه اللذيذ ده، تنقلي كل الشنط العربيه وتتاكدي انك ما نسيتيش اي كيس واقع كده ولا كده. بعدين تصحي جوزك بقى. في حاجتين بيتعملوا في العربيه، يا اما بنتكلم على السياسه فالعيال بتزن في ودننا عشان هم مش فاهمين اي حاجه، يا اما بنشغل عبد الحليم قارئة الفنجان، ما اعرفش ليه مع اننا مسافرين سفريه المفروض نفك فيها عن نفسنا. طبعا لما بنوصل ولا بينظف الشاليه معاكي، ولا بيرص هدومه في الدولاب، ولا بيطلع باقي الشنط، ولا بيجيب الطلبات اللي ناقصه في الشاليه هناك، ولا هينزل العيال بسين عشان شطانين فيه. بس هو هيخش يريح له شويه عشان هو سايق ساعه ما بيردش على اي اسئله من العيال. طول بقى الرحله الحر بيفرهده، الرطوبه بتلزقه، الهواء بيصدعه، نزول البحر بينيمه، التكييف بينتخه، نوم بقى. يعني احنا طالعين اصلا عشان ننام، في النص بقى ممكن نعمل حاجات. يعني احنا بننام بس ممكن نصحى ننزل بحر وبعدين ننام تاني، نصحى ناكل بانيه ومكرونه ونتريق ان المكرونه كانت حادقه وبعدين ننام تاني. بعدين هتقفلي الشاليه نفس تقفيله البيت بالظبط، وتركبوا العربيه نفس قارئة الفنجان بالظبط، وبعدين يرجع البيت هيبقى عايز ينام بالظبط. بعد كده يقول لك احنا محتاجين اجازه من الاجازه. والنبي لا اضربها على بقها الوليه دي.